نبقى في عين تيموشنت، حيث تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس من توقيف شخصين ضمن جمعية أشرار اختصت في السطو على المنازل والمحلات التجارية. العملية تمكنت من استرجاع ألبسة ومجوهرات وأدوات كهرومنزلية ولواحق للسيارات. إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري وموازاة مع تفعيل المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان، تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس من تفكيك جمعية أشرار متكونة من شخصين مختصة في سرقة المنازل. هذه العملية جاءت نتيجة استغلال معلومات تفيد بالنشاط المشبوه لإفراد هذه العصابة، موازاة مع تلقي ذات المصالح لعدة شكاوي في هذا الشأن. وحينها باشرت مصالح الأمن الحضري الخامس تحرياتها التي أفضت إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، فيما تم تفتيش مسكن شريكه الثاني بعد إذن صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت. أسفرت عملية تفتيش عن حجز الأشياء المسروقة المتمثلة في ألبسة نسائية ورجال، بالإضافة إلى أدوات كهرومنزلية وكذلك لواحق خاصة بالسيارات. المشتبه فيهما سيتم تقديمهم لاحقا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت.